بسم الله الرحمن الرحيم. فازت المغرب اليوم على زامبيا باكتساح 3-0 في مباراة من طرف واحد. هل كان ذلك متوقعا؟ لم يكن ذلك متوقعا في ضوء التصريحات النارية من قبل بعض لاعبي زامبيا قبل المباراة، لكن المنتخب المغربي نزل فأكل الأخضر واليابس ودمر المنتخب الزامبي تماما ب3 أهداف كاسحة، منها هدفين لأيوب الكعبي الذي فرض نفسه نجما على هذه المباراة وأصبح هداف هذه البطولة. أيوب الكعبي من اللاعبين المفضلين بالنسبة لي شخصيا، لأنه لاعب يلعب لعب مباشر، وأنا أحب هذا النوع من اللعب، أحب اللعب المباشر. اللعب المباشر بالنسبة لي هو أفضل ما في كرة القدم. اللعب اللي بيفكرني أنا بلعب الشوارع والحواري بتاع زمان، اللي هو الكورة بتتنقل بتوصل للعيب، اللعيب بيحطها في الجون، الموضوع خلص. أيوب الكعبي من هذا النوع، لعيب لا هو بتاع تعقيدات ولا تكتيك ولا كلام من ده، موهبة، عنده موهبة تهديفية، قذرته التهديفية من هذا الاتجاه. وإذا أردت التأكد مما أقول، شوف الهدف اللي سجله بالمقصية، أصبح نجم المقصية، أصبح اسم أيوب الكعبي من الآن فصاعدا هو نجم المقصيات. أيوب الكعبي هو اللاعب الوحيد اللي عمل مقصيتين في ماتشين ورا بعض، اللعيب الوحيد اللي عمل مقصيتين بمنتهى البراعة بالشكل ده والتكنيك ده، ده في حد ذاته يحطه في حتة تانية. والرقم ده ثق تماما انه رقم قياسي، زي ما انا بقول لك انه في بطولة دولية مفيش اي لعيب عمل مقصيتين ورا بعض الا ايوب الكعبي. لاحظ كمان ان المقصية الاولانية والمقصية التانية اللي كانت في ماتش النهارده بتاع زامبيا على درجة عالية جدا من الاتقان، يعني مش مقصيات جت معاه بالصدفة ولا جت معاه بالحظ، لا، مقصيات ملعوبة كويس قوي. المنتخب المغربي النهارده غير شوية في الرسم التكتيكي وغير ايضا في التشكيل، وكل اللاعبين الجدد على التشكيلة اضافوا اضافة كبيرة، وعلى رأسهم محمد الشيبي. وانا شايف انه تشكيل مباراة المغرب وزامبيا، تشكيل المنتخب المغربي هو الافضل، ويجب ان يعتمد التشكيل في هذه المباراة ليكون تشكيل ثابت للمنتخب المغربي في البطولات في المباريات القادمة، بإضافة لاعب واحد فقط هو أشرف حكيمي. أنتظر إضافة أشرف حكيمي، لكن أيضا أشير إلى الشيبي اللي قدم مباراة كبيرة وعمل ماتش كويس، وقدر إن هو في النهاية يعمل كم كبير جدا من العرضيات، وقاد فريقه إلى احتلال كامل للجبهة اليمنى بعرضيات متقنة ولعب سريع ولعب على مستوى عالي جدا. لاعب نادي بيراميدز المصري محمد الشيبي. لفت نظري ايضا ان ادم بسينا النهارده كان برضه، رغم ان هو مش لعيب اساسي الا انه كان لعيب على مستوى التوقعات، قدم مباراه جيده جدا. اذا هؤلاء اللاعبين يستحقون الفرصه للعب في المباريات المقبله. على الجانب الاخر المنتخب الزامبي لم يفعل اي شيء. نجمه الوحيد ده حاول بعض المحاولات، لكنها كانت محاولات طائشة، كانت كمان يقف أمام عربة ضخمة جدا بعربة جراح حصان. منتخب الزامبي كان هذا حاله اليوم، لا حول ولا قوة. كان اللاعبين الزامبيين طبعا مخضوضين جدا من الطوفان الجارف للاعبين المغاربة في الشوط الأولاني، خصوصا في أول ربع ساعة. في أول ربع ساعة المنتخب المغربي لم يترك للمنتخب الزامبي فرصة حتى للتنفس. الهجمات كانت سيل من الهجمات من اليمين ومن اليسار. إبراهيم دياز كان نجما كالعادة وقدم مباراة جيدة وسجل هدفا جميلا. عبد الصمد الزلزولي لا أعرف ماذا أقول عنه. بقية اللاعبين كانوا في مستويات رائعة. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي. وإذا ذهبنا إلى المباراة الأخرى وهي مباراة الرأس الأخضر، فالرأس الأخضر تعادل مع فريق مالي
ليصبح رصيد كل من زامبيا أصبح ليها نقطتين والرأس الأخضر نقطتين، والمنتخب المالي أصبح رصيده 5 نقاط في المركز الثاني. شكرا.